اللي بتشوفه قدامك ده يا صاحبي هدفين النادي الاهلي ضد نادي سيمبا من كام شهر بالظبط، وتحديدا شهر نوفمبر 2023 في المباراه الافتتاحيه من بطوله دوري السوبر الافريقي، والنادي الاهلي نجح على ارض نادي سيمبا وسط جمهوره يسجل هدفين. حد هيقول لي طب كويس يا دوله، جميل، يعني معنى كده ان النادي الاهلي بكره ان شاء الله يقدر يعيد القاره مره ثانيه ويسجل. اقدر اقول لك في نفس الشهر ده، شهر نوفمبر 2023، بعد خروج نادي سيمبا من بطوله الدوري الافريقي، نادي سيمبا عمل مجموعه من التغييرات على راسها الاداره الفنيه والتعاقد مع مجموعه جديده من اللاعبين، عشان من بعد التاريخ ده لغايه يومنا ده بعد ما خلصوا الادوار التمهيديه والادوار المجموعات الخاصه ببطوله دوري ابطال افريقيا في ظرف 6 ماتشات ما استقبلوش برضو غير هدفين بس. حد يقول لي لا انا كده احترت يا دوله، معنى كده ان نادي سيمبا سهل ان احنا نسجل فيه بكره عشان نسهل مهمه عودتنا هنا في القاهره، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ اقول لك والله ده يعتمد على ايه؟ يعتمد على الدراسه الجيده جدا من الجهاز الفني للنادي الاهلي لنقاط الضعف الخاصه في فريق سيمبا، وازاي نقدر نستغل النقاط دي من خلال التشكيل المثالي للنادي الاهلي. وطبعا قبل اي حاجه وقبل كل ده توفيق ربنا قبل كل شيء، وهو ده اللي جايين نتكلم عنه في حلقه النهارده. لكن في البدايه وكالمعتاد اللهم انصر اخواننا وردهم الى ديارهم سالمين. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. ويلا بينا بدون مقدمات طويله نخش في التفاصيل على طول. لو جينا اتكلمنا عن نقاط الضعف الفريق سيمبا، واحنا في حلقه امبارح اتكلمنا عن نقاط القوه بتاعتهم، وهسيب لك لينك الحلقه تحت عشان تبقى لميت معايا فريق سيمبا بالكامل. قلت لك امبارح ان فريق سيمبا بيعتمد على خطه ال4-3-3، في الحاله الدفاعيه بتتحول ل5-4-1 برجوع محور الارتكاز كخامس قلب دفاع، ورجوع الاثنين الاطراف او الوينجات الهجوميه لخط النص عشان يشكلوا رباعي في خط النص. الخطه دي زي ما بن شيخه كان بيعتمد عليها لتقليل الفوارق والامكانيات والكواليتي الخاصه بالجزء الدفاعي لفريق سيمبا، تقليل المساحات، دايما اللعيبه قريبه من بعض عشان لو واحد غلط الثاني يلحقه. اقدر اقول لك ان الخطه دي هي برضو نقطه من نقاط ضعف فريق سيمبا خاصه في الحاله الهجوميه. فريق سيمبا لما بيكون مستحوذ على الكوره ويبادر هو هجوميا، الفريق بيكون مندفع وسايب 3 لعيبه بس ورا موجودين في الخط الخلفي زي ما بتشوف كده. المشكله في النقطه دي ان الاثنين الاطراف دايما بيبقوا متاخرين جدا في نقطه العوده مره ثانيه لاداء الواجبات الدفاعيه، وده اللي بيدي الفرصه لاي فريق بيلعب بوينجات سريعه، وينجات متحركه مهاريه بتعمل قلق كبير جدا لفريق سيمبا. طيب السيناريو ده نقدر نعمله ازاي، او مارسيل كولر يقدر يستدرج ليه بن شيخه ازاي؟ بكل سهوله مارسيل كولر ما يحاربش في الشوط الاول مع نادي سيمبا على الاستحواذ، يطمع فريق سيمبا انه يتقدم عشان يسجل اهداف، خاصه ان انا قلت لك في حلقه امبارح بن شيخه الاستراتيجيه بتاعته هو انه على ارضه وسط جمهوره بيحاول دايما في الشوط الاول يسجل جون، يسجل جونين، وبعد كده في الشوط الثاني بيقفلها تماما على المستوى الدفاعي وبيلعب بتكتلات كبيره جدا. اذا النادي الاهلي محتاج ان هو يشتغل على النقطه دي بكره في الشوط الاول، ويستغل المساحات اللي بتكون فدادين موجوده ورا الاظهره. طيب ان كانت دي اول نقطه ومشكله في فريق سيمبا، تعال بقى نروح للنقطه الثانيه. فريق سيمبا على المستوى الدفاعي العناصر بتاعته سيئه جدا في الضغط على حامل الكوره، وده بيدي فرصه كبيره جدا للعيبه الخصم وهم موجودين على منطقه الجزاء او على حدود منطقه الجزاء لفرص كبيره جدا للتسديد على مرمى فريق سيمبا، واستغلال النقط الكبيره جدا اللي بتكون مكشوفه قدام حارس المرمى للتسديد منها. عشان كده النادي الاهلي يا رب يكون ان شاء الله خلال اليومين بتوع التمارين دول مارسيل كولر تفطن للنقطه دي، درب اللعيبه كتير على التسديد لانها نقطه اعتقد انها هتكون مهمه جدا، وان شاء الله بعد الماتش بكره نقول حصل يا دوله بالنسبه لاستغلال النادي الاهلي التسديده كده من بعيد تجيب لنا جون باذن الله تعالى. ان كانوا دول نقطتين، تعالوا بقى للنقطه الاخيره والاهم، وهي نقطه ان الفريق ضعيف جدا يا جماعه في الضربات الثابته. احنا هنا بنتكلم عن الضربات الحره الغير المباشره، الضربات الحره المباشره، الضربات الركنيه، الكوره العرضيه. فريق سيمبا يا جماعه في العاب الهوا صفر حرفيا. طيب الشغل ده هيتم ازاي؟ هيتم من خلال التشكيل الافضل للنادي الاهلي، وهنا نيجي نفرق ما بين نقطتين مهمين جدا. التشكيل اللي انا هقوله لك اللي كولر بنسبه 99% هيلعب بيه في ماتش بكره، وما بين التشكيلين التانيين اللي انا اتمناهم بعيدا عن التشكيلات بتاعه مارسيل كولر. خلونا نبدا اولا مع التشكيل المتوقع بالنسبه لمارسيل كولر اللي بنسبه 99% هيكون مصطفى شوبير في حراسه المرمى، وهيكون موجود معاه محمد عبد المنعم ورامي ربيعه في قلوب الدفاع، عندك علي معلول كباك شمال ان شاء الله، محمد هاني موجود على الطرف اليمين. غالبا بكره هيلعب بثلاثي خط نص في خطه ال4-3-3 بوجود مروان عطيه كمحور ارتكاز طبعا رقم 6، قدامه 2 هيكون كوكا ومحمد مجدي قفشه، وممكن برضو يكون يدفع بيه السوليه ومحمد مجدي قفشه، خاصه ان احنا شفناه معتمد على السوليه بشكل كبير خلال الماتشات اللي فاتت، وعنصر الاختلاف بس اصابه كريم ندفد، وهيحاول ان هو ما يخلش بنسبه كبيره بثلاثي خط النص، وهيدفع بس بقفشه المتالق على مستوى مباريات النادي الاهلي الاخيره. اما على المستوى الهجومي بنسبه كبيره هنشوف كهربا كراس حربه، حسين الشحات على الطرف الشمال، بيرسي تاو على الطرف اليمين. ده بنسبه كبيره التشكيله اللي هيلعب بيها مارسيل كولر بكره. طيب ايه التشكيلتين التانيين اللي اتمنى واحده منهم غير تشكيله مارسيل كولر، وليه بتمناهم؟ لان التشكيلتين دول هيعتمدوا
على نقطتين مهمين جدا في محاربه نقاط القوه الخاصه بفريق سيمبا. فريق سيمبا يا جماعه عنده جانب على الطرف الشمال صعب جدا ولعيبه مهاريه ولعيبه هدافه، وابرزهم طبعا لياندر اونانا اللاعب رقم 7، لو مش موجود حتى بيلعب مكانه كلاوس تشوما اللاعب الخبره جدا صاحب ال 32 سنه وواحد من هدافين الفريق. الى جانب كمان نقطه مهمه جدا وهي نقطه اللاعب ويلي نجوما، اللاعب اللي موجود في خط النص محور الارتكاز اللي بنسبه 90% كور فريق سيمبا في حاله الصعود هجوميا لازم بتعدي من عليه اولا. طيب ايه الخطه اللي انا بتمناها بكره ان شاء الله؟ الخطه مصطفى شوبير في حراسه المرمى، ثنائي قلب دفاع لا اختلف عليهم، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، علي معلول هيكون موجود ان شاء الله على الطرف الشمال، على الطرف اليمين اتمنى يكون موجود اكرم توفيق. الجبهه دي يا جماعه لازم يكون فيها لاعب قوي دفاعيا عن محمد هاني اللي زي ما بنقول دايما بنسبه 50% بيدي ادوار دفاعيه وادوار هجوميه لكن مش بشكل خارق يعني او مش بشكل متميز في اي جانب من الاثنين. وكلنا شفنا محمد هاني بيقدم اداء سيء جدا مع النادي الاهلي، برضه ما قدمش اداء افضل مع المنتخب في الماتشين اللي لعبهم وكان واحد من اكبر الثغرات في منظومه حسام حسن. عشان كده اتمنى اكرم توفيق. نيجي بقى للثلاثي بتاع محاور الارتكاز، اتمنى ان شاء الله يكون موجود مروان عطيه كمحور ارتكاز رقم 6 قدامه 2 كوكا وعمرو السوليه. كوكا لازم ان شاء الله يكون واخد مهام مهمه جدا بالضغط على اللاعب محور ارتكاز نجومه بفكره كده اقرب يا جماعه لفكره جيمي باتشيكو لما كان مكلف رمضان صبحي في مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز في مباراه السوبر انه يكون ضاغط دايما على مروان عطيه، ودي نقطه كانت مأثره على اداء النادي الاهلي في الصعود الهجومي بنسبه كبيره لغايه اما مارسيل كولر لقى لها حلول خلال الشوط الثاني. كوكا هيكون له دور مهم جدا دفاعا وهجوما في المباراه دي، اما على المستوى الهجومي هيكون كهربا كراس حربه، الشحات موجود على الطرف اليمين ورضا سليم موجود على الطرف الشمال واخد بقى حريه سرعات انطلاق استغلال للجبهه الضعيفه دي بالنسبه لفريق سيمبا، خاصه ان اكرم توفيق هيكون وراه وحميه. طيب ان كانت دي تشكيله افضلها التشكيله الاخيره اللي اتمناها برده مش هيكون عندي مشاكل بالنسبه لها، وهي خطه هيكون فيها نفس المستوى الدفاعي هو ما عدا برده الظهير الايمن. ليه لا ما نشوفش كريم فؤاد يا جماعه؟ كريم فؤاد اللي احنا مستقطبينه اصلا من نادي النجوم او نادي انبي لما كان بيلعب وقتها كلاعب باك، ما كانش لاعب جناح مهاجم وكان بيقدر يلعب على الطرف اليمين والطرف الشمال. ليه ما نستغلش كريم فؤاد في مباراه زي دي وهو لائق بدنيا والراجل ابتدى يرجع ويشارك كويس خلال الفتره اللي فاتت، خاصه زي ما رجعنا وقلنا ان محمد هاني عامل مشاكل كبيره جدا على مستوى ثبات الاداء خلال الماتشات اللي فاتت. وبرده ثلاثي محاور ارتكاز يكون اكرم توفيق محور ارتكاز رقم 6، مروان عطيه محور ارتكاز رقم 8، متاخر شويه مايل ناحيه علي معلول عشان يدي اريحيه بالنسبه لعلي معلول ان هو يضغط على دفاعات فريق سيمبا من الطرف الشمال بتاعهم، وبرده على الطرف اليمين كمحور ارتكاز احمد نبيل كوكا، وثلاثي خط هجوم كهربا وحسين الشحات على الطرف اليمين ورضا سليم على الطرف الشمال. دول افضل تشكيلتين اتمناهم بكره ان شاء الله للنادي الاهلي، لكن ما عنديش اي مشاكل في اي تشكيله يختارها مارسيل كولر لان الراجل في النهايه هو المدير الفني وهو اللي بيتحمل تبعات التشكيل اللي بيحطه، وفي النهايه نتمنى ان النادي الاهلي يكسب باي شكل من الاشكال. وبس يا رب تكون الحلقه عجبتكم، مستني اسمع رايكم في التعليقات عن التشكيله الافضل اللي تتمنوها وتوقعاتكم لنتيجه الماتش، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه بكره بعد الماتش ان شاء الله نتكلم فيها يا رب منتصرين. وشكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.